السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يلقاكم فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. شكرا بزاف للمتتبعين دياولي وشكرا للمتتبعين الجداد. تحية للمهمات اللي كتبعوني راني كنشوفكم. شكرا بزاف على دعمكم. كنتمنى تزيدوني من لي لايك والاشتراك باش نزيد ان شاء الله نقدم لكم بزاف ديال الافادات. شكرا لكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوف معايا في لا فيديو جبت لكم وصفه غزاله للوجه والعنق اللي عندها السواد، اللي عندك ليطاش، عندك الحبوب، بالاخص حب شباب خطيره لي خطيره الحب شباب، واللي كيعانيو من الاثار ديالو داك السواد اللي كيبقى من مور الحبه ما كتمشي كتبقى داك السواد ديال الحبه. انا جبت لك الحل ديالو الرؤوس السوداء، جبت لك الحل ديالهم، جبت لك وصفه للتبييض، وصفه مضروبه في 10 في 20 في غزاله غزاله فنه. قسما بالله اخوتي اخواتاتي الميمات الى وصفها غزاله بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا متكونه من الحمص، كتشدو كطحنوه. نتوما عارفين الفوائد ديال الحمص اللي رائعه وزوينه بزاف، واللي لا تعد ولا تحصى. الحمص خطير في التبييض وفي التصفيه ديال الوجه، وجهك غادي يصفى وغيولي مرايه ان شاء الله. كتاخدوا معايا راس معلقه ديال الحمص مطحون، وراس ديال معلقه ديال البلبوله. البنات البلبول كطحنوها حتى كتولي غبره، كطحنوها كتولي دقيق غبره، وكتضيفوا الراس ديال المعلقه ديالها. فقط جوج هاد المكونين اللي سحريين وغزالين. باش كتجمعوا هاد المكونات بدانون مسوس طبيعي او لا دانون عادي، ماشي مشكل. تا دانون عادي ممكن تستعمليه. ما عندكش دانون كدا ديري ما ورد، ممكن ديري تبدلي بالما ورد. وصفة غزالة البنات، رائعة فنة قسما بالله الا غتشكروني عليها. كتبيض تبيض خطير، كديريها لوجهك لعنقك ليديك الرجيلات، ولكن غزاله 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 ما غتستغنيش عليها. ملي غديريها غتلاحظي واحد النضاره واحد البياض غزال. قسما بالله البنات الا وصفه فنه فنه فنه. جربوها اخوتي. اللي كيعاني من حب شباب وعنده ليطاج ديالو كينوض له حب شباب، هذه راه كتكرم حب شباب، كتكرم. غتهنيك من شي حاجه سميتها حب شباب. كتجمعوا الخلطه كيف ما كتشوفوا معايا مزيان. كتاخذوا شي بروس او لا غير بيديكم، حطوها على البشره ديالكم على وجهكم لمده 15 دقيقه. حاولوا ما تحركوش وجهكم وتبقاو تهضروا هكا، حاولوا تخلوها تكرم على خاطرها. كتقوماجيو داك الماسك يطيح، وكتغسلوا وجهكم بالماء بارد. انا كنفضل دائما تغسلوا وجهكم بالماء بارد. فكرتونا يا خوتي بواحد الحاجه، انه من بعد اي ماسك، قبل اي ماسك عفوا، كديروا كوماج. كتقوماجي وجهكم باي كوماج عندكم. الله ما عندكش ديري غير الزيت البلديه والسنيده، ديري القهوه والزيت البلديه كتقوماجي بها وجهك قبل اي وصفه كانت، يا سواء هذه سواء وصفه اخرى. كتقوماجي وجهك قبل باش كتفتحوا لك المسام وكتنقى لك البشره من المكياج. كنتي دايره شي مكياج عفوا ولا شي حاجه، كتنقى لك البشره ديالك وكتعطيك الوصفه النتيجه. حاجه اخرى، كاين اللي كيديروا الوصفات وما كتعطيهمش الوصفات نتيجه. شنو السر؟ السر هو انك حبيبه ديالي خاصك ديري شي تجريه للمصارن ديالك. كيكونوا عندك لي غاز، كيكونوا عندك مصارنك ما كيعطوكش، ما عندكش واحد الضو في وجهك ما تيكونش، وما تيعطوكش وصفات نتيجه. وخا ديري ما عرفت شنو، ديري بومادات هكا وديري هكا ما كيعطيكش واحد النضاره في وجهك. شنو السبب؟ السبب انه عندك لي غاز، عندك المصارن اش غنقولوا معششين. خاصك تنقي مصارن ديالك. التجريه راني لايحاها في القناه ديالي، دخلي وديريها، راها ساهله وبسيطه وفيها مكونات بساطين اللي غيخلوك ترتاحي من بعد وتقي من ديري الوصفات لوجهك يعطوك نتيجه. و كنتمنى تدعموني بجيم واشتراك وبارطاجيو الفيديو البنات باش تعم الفائده. كاع الناس راه الاغلبيه وبزاف بزاف البنات كيعانيو من حب شباب، كيعانيو من ان البشره ديالهم ما صافياش، ما متوحدش اللون ديالها. فيدوهم حتى همايا، وشكرا لكم بزاف.